شكرا للزميل حامد الشمري هناك في الاستديو التحليلي مع الكباتن الكرام فراس الخطيب وعادل المشري. اذا احبائنا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، اهلا وسهلا بكم في كل مكان عبر قناة الكويت الرياضية. احييكم، هذا علي سعيد يبعث لكم اجمل تحية هنا في هذه المباراة التي تقام ما بين ما بين ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي هنا في هذه المباراة التي تظهر أمامك عزيزي المشاهد ضمن مباريات سوبر شامبيون تور بطولة النخبة هناك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد من ملعب سوديرفيلد. هذا الملعب الذي كان قد احتضن 5 مباريات في نهائيات كأس العالم في عام 1994. هنا في هذا اللقاء المرتقب ما بين الفريقين، وكذلك اللحظات التي يبحث من خلالها المدربين فونسيكا وكارلو أنشيلوتي لتقديم الأفكار الجديدة الرسمية. ونتيجة التعادل لم تكن حاضرة. كرة عرضية أولى مقطوعة، 60,000 متفرج، وقد احتضن الآن محاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء. رحلة أمريكا، محاولة داخل منطقة الجزاء، كرة هدف أول لا زالت مقطوعة. الكرة الماضية هذه المرة من كورتوا هو اللي خلص الكرة الخطيرة. مرة ثانية رودريغير عالية داخل المنطقة، لكن فيها راية وتسلل في اللقطة الماضية. تعادل لهدف في مناسبتين، وتعادل ايضا الهجمات الموجوده من جانب الفريقين. لمسه رائعه من مودريتش، لمسه خطيره لا زالت ما فيها رايه، لكن القرار الاخير ياتي ايضا من المساعد الاول ويشير الى رايه وتسلل وركله حره غير مباشره في اللقطه الماضيه. فعلا ركله حره غير مباشره. انطلاقه لا زالت موجوده داخل المنطقه. الان كره هدف اول ربما تكون حاضره، اصطدت لاسم الهدي عاد الكرة الخطيرة او الكرة اللي كان يطالب فيها الاي سي ميلان بلمسة يد. هناك في الجانب المقابل عالية للامام، عدت من الجميع، لعب 171 مباراة وسجل 12 هدف. خطورة قائمة، لكن المحاولة مستمرة ايضا حاضرة في هذه المباراة. لمسة أخرى الآن، تسديدة قوية لكن إلى حارس المرمى. سنوات مع المنتخب، لعب 26 مباراة، سجل هدفا وحيدا مع المنتخب الإيطالي. هذه أيضا اللي شاهدناها، لمسة سريعة وصلت بعد ذلك تدخل رودريغير في عام 2018 و2019 عبر بوابة جولير عند التنفيذ، يحول كرة عالية للأمام لكنها مقطوعة مرة ثانية. سريعة الآن في الجانب الأيسر من أردا جولير، يحول كرة داخل المنطقة. فيها كلام ولا لا؟ والله الحكم يشير إلى استمرارية اللعب من أمام أندريك اللي يطالب بخطأ داخل منطقة الكم. اللقاء كان قريبا في المحاولة الماضية، الآن مستمرة لا زالت فيها صافرة وخرة. البحث عن كرة خطيرة بلا شك لتعرض كرة داخل منطقة الجزاء، فيها خطورة لكن وين؟ إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. منطقة الجزاء مدريدية هذه المرة، وصلت مرة أخرى لكنها مقطوعة. مدريدية قائمة في هذه الآونة، محاولة داخل منطقة الجزاء، مطالبة بلمسة يد أيضا. بينية رائعة واصلة كذلك لفران غارسيا، العرضية لا تأتي بالشكل المطلوب وتقطع بعد ذلك. ياو يحول كرة أمامية، وصلت بعد ذلك إلى ديفيد كلابريا. الآن واصلة في الطرف الأيسر، محاولة لا زالت مستمرة من إندريك، تسديدة يا لها من كرة جميلة ورائعة. كان الاختراق من إندريك لكن الكرة وصلت من أمام منطقة الجزاء وتحولت ثانية في منتصف أرضية الملعب. بينية جميلة، طالت الكرة وتحولت إلى حارس المرمى مدريد من خارج منطقة الجزاء. مستمرة الآن، رودريغير يحول لكرة مرة ثانية رائعة. رودريغير هذه المرة في الجانب الهجومي يا رودريغير. ذلك النهائي على ثيو بوخارست الروماني ب4 أهداف مقابل لا شيء. صافرة وخطأ، دقيقة
متبقية فقط على نهاية، ومحاولة كرة ثابتة داخل المنطقة، وين الكرة عدت من الجميع وعادت مرة ثانية داخل المنطقة في هذه الدقائق الماضية من زمن شوط المباراة الأول. إذا أنشيلوتي أجرى تغييرات عديدة في الجانب الأيسر. لمسة أخرى في هذه المرة للبديل في شوط المباراة مدريد. كورتوا من صد كورتين، بينما حارس مرمى اي سي ميلان وهو اللاعب اسينسو. صافرة أخرى هذه المرة لمالك ثياو. هذه إعادة الكرة الماضية، يغادر أرضية الملعب بداعي الإصابة. لا زالت مستمرة المحاولة البحث عن التسديد، ولكن الحديث عن ذلك بعد هذه الكرة الخطيرة، وهدف أول للاي سي ميلان. هدف مقابل لا شيء الآن. تشيكويزي صامويل يسجل الهدف الأول لاي سي ميلان عند الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني. الكرة كانت في الجانب الأيمن، تشيكويزي يسجل الهدف أول. لاحظ الكرة والافتكاك الجميل في المنتصف، الضغط على حامل الكرة، انطلاقة من العمق، تمريرة ما كان فيها راية، ما كان فيها تسلل، ولكن صامويل تشيكويزي يسجل الهدف الأول لمصلحة الاي سي ميلان. 1 مقابل لا شيء. يتجه إلى هذه المحاولة، نيكو يحول كرة مقطوعة من أمامه، يومها الآن محاولة خطيرة الآن داخل منطقة الجزاء للاي سي ميلان، عدت إلى خارج أرضية الملعب، عدت إلى خارج أرضية الملعب. هل تترك لنيكو؟ فعلا نيكو باز يحول كرة الصد وتمر بعد والأنظار تتجه إلى هذه المحاولة. بن ناصر حولها والثاني. يا لها من كرة خطيرة، يا لها من كرة جميلة كانت من تنفيذ بن ناصر في لحظة. وصلت عرضية داخل المنطقة، كانت من إخوان. تعود في الجانب الأيسر، مستمرة وخطيرة، رأسية تقطع، وتعادل بهدفين في دوري المجموعات اللي جمع ما بين الفريقين. فيها لمسة، لا والله حكم اللقاء كان قريب، لكن قراره هو قرار 2002. أعيد ترميم هذا الملعب، محاولة مستمرة لمدريد، لكن في شيكاغو وفي أمريكا تحديدا، واللي شاطر اي سي ميلان في التقدم الى الامام بشكل اكبر. في تشيكويزي لشباك ريال مدريد في الدقيقه 54. هدف اخر ربما يكون حاضر في هذه الاثناء، لكن تدخل اخوان مارتينيز يبعد الكره، ولكن المرور يبدو سهلا في الجانب الايسر وعاليا للامام داخل المنطقه. راسيه، تدخل اخر، انطلاقه موجوده من خارج منطقه زاكوريا. السلام. هذه عاده الكره المدريديه ما كان فيها رايه، فعلا ما كان فيها رايه، واختراق رائع من انطلاقه رائعه من اليكس، لكن مضت كورتا وتسديده داخل منطقه الجزاء. فرصه التعديل حاضره، هذه كره التعادل. ضاعت فرصه التعديل قبل النهايه ب5 دقائق.